تعالوا نعمل قارن يارق على الطريقة الديرية ويلا نبلش. عنا 2 كيلو باذنجان قشرته، قطعته شوي بالسكين منشان الحشوة، وملحته حتى يطلع المي منه. وهي الكمية. وهون عندي مكونات الحشوة. بمقلاية بنزل زيت، وعندي كيلو لحمة وهي اختياري، إذا بدك دجاج كمان بيصير. نحرك اللحمة لحتى تطلع المي منها، وبعد ما ينشف المي منها تكون استوت. بنزل البصل وبحرك، وعندي فلفل أحمر وأخضر وبحركن، ونزلت كمان حبة بندورة. للبهارات عندي فلفل أسود وبابريكا وملح، وبحركن لحتى يستووا. عصرت الباذنجان من المي وبنزله على الزيت وبحركه لحد ما يستوي ويصير لونه ذهبي. وبعد ما استوى الباذنجان صار جاهز للحشي. عندي حبة باذنجان، ببلش حط الحشوة فيها لحد ما أوصل للكمية المناسبة، وبكرر العملية لحد ما نخلص كل الكمية. بصف الكمية كاملة وبوزعها بالصينية بالترتيب حسب الرغبة. بزبدية حطيت مية بندورة أو دبس بندورة حسب ما تحبوا، وزعناها بالصينية، ورشيت رشة فلفل أسود وحطيتها على النار لحتى تستوي. وهي كانت النتيجة النهائية لوصفتنا. عملت جنبها رز بشعيرية، إن شاء الله تعجبكم وصحتين وهنا. جربوها واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا تدعمونا الفيديو. بشوفكم بوصفات جديدة.